طلبة الصف الأول إعدادي إزيكم وعاملين إيه؟ النهارده إن شاء الله هنكمل مع بعض الوحدة الثالثة اللي هي بتتكلم على الجغرافيا الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية في قارة أفريقيا، وهناخد الدرس الثالث اللي بيتكلم على النشاط السياحي لقارة أفريقيا. وطبعا أنت عارف إن النشاط السياحي واحد من أهم الأنشطة الاقتصادية اللي في العالم كله، لأن هي بتبقى مصدر أساسي للعملات الأجنبية. وكمان السياحة ليها دور آخر غير الجانب الاقتصادي، وهو جانب التواصل الحضاري والثقافي بين شعوب العالم. فيبقى السياحة ليها وجهين مهمين جدا. الوجه الأول هو الجانب الاقتصادي والمكسب الاقتصادي اللي بيجي من وراء حرفة السياحة، والجانب الآخر هو التواصل الحضاري والثقافي بين شعوب العالم والتعرف على الحضارات الأخرى. فيبقى السياحة واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية. وكمان السياحة فيها جانب مهم جدا، وهي تعويض النقص في النقد الأجنبي. يعني في كتير جدا من الدول ومنهم دولة زي مصر بتعتمد في السياحة أو بتعتمد على السياحة لسد العجز من العملات الأجنبية، لأن السائحين طبعا بيدفعوا بالدولار. فالسياحة مهم جدا لأن هي بتوفر لنا العملات الأجنبية، ودي حاجة مهمة جدا 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 في دولة زي مصر وكمان دول افريقيا. حاجه كمان برضو عايز افهمها لك قبل ما نخش في الدرس، ان السياحه ما هياش نشاط اقتصادي، هي نشاط خدمي. يعني ايه الفرق بين النشاط الاقتصادي والنشاط الخدمي؟ النشاط الاقتصادي هو النشاط القائم على عمليه الانتاج، زي الزراعه والصناعه وتربيه الحيوانات والتعدين، كل الانشطه الاقتصاديه اللي احنا اتكلمنا عنها في الدرسين اللي فاتوا. لكن النشاط السياحي هو احنا بنعتبره نشاط اقتصادي لكن هو في اساسه نشاط خدمي، يعني بيقدم خدمه للسائح، زي مثلا التعليم، انا كمدرس بقدم خدمه، زي الصحه، زي الامن، زي كل الانشطه دي اسمها انشطه خدميه مش انشطه اقتصاديه. لكن احنا بنعتبرها من ضمن الانشطه الاقتصاديه لان هي بتوفر العملات الاجنبيه. ده اهميه السياحه سواء لمصر او لقاره افريقيا. تعال بقى نتكلم على الدرس بتاع النهارده اللي بيتكلم على السياحه في قارة أفريقيا. وبيقول لك طبعا أهو إن النشاط السياحي بيمثل يعني مصدر أو نشاط اقتصادي هام جدا، وهو استثمار الموارد الطبيعية والبشرية اللي موجودة في قارة أفريقيا. فالسياحة جزء مهم جدا من الأنشطة الاقتصادية واقتصاديات دول كتير جدا. طيب تعالى ناخد أول حاجة في الدرس بتاعنا، هو مقومات النشاط السياحي أو مقومات السياحة. وزي ما أنت عارف وقلنا قبل كده، كل الأنشطة الاقتصادية لها مقومات أو عوامل قيام، والمقومات دي بتبقى مقومات إما طبيعية أو مقومات بشرية. طيب إيه المقومات الطبيعية اللي هو مديها لك في حرفة السياحة أو في النشاط السياحي؟ نمرة 1 موقع جغرافي، نمرة 2 المناخ، نمرة 3 تنوع الحياة البرية، و4 تنوع مظاهر السطح. يبقى 4 مقومات بشرية طبيعية، هو الموقع الجغرافي والمناخ، تنوع الحياة البرية، ومظاهر السطح. وبعد كده مديك المقومات البشرية اللي هي 3 المواقع الأثرية والتاريخية، ودي طبعا موجودة كتير في دولة زي مصر وكمان في دول كتير جدا في إفريقيا. التنوع الاجتماعي والثقافي، وانت خدتها قبل كده وانت صغير في رابعة وخمسة ابتدائي، فكرة التراث الشعبي والثقافي في دول كتير، وخدت رقصة البمبوطي وخدت التحطيب والتنوع الثقافي والاجتماعي اللي موجود في الدول. ثالث حاجة اسمها تسهيلات الإقامة وكرم الضيافة، اللي هي ليها علاقة براحة السائح اللي جاي عندك عشان يستمتع بوقته. يبقى المقومات البشرية 3 مواقع أثرية وتاريخية، وده الأساس أصلا في المقومات البشرية. تاني حاجة التنوع الاجتماعي والثقافي. تالت حاجة التسهيلات اللي بتقدم في الإقامة وكرم الضيافة. تعال بقى، وده المهم جدا، إن احنا ناخد المقومات الطبيعية ديت حاجة حاجة، ونتكلم على كل مقوم من المقومات ديت بشكل منفصل. نمسك نمرة 1 الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا. وعايز أكد عليك حاجة قبل ما تعمل شير وسبسكرايب ولايك، طبعا حاجة مهمة جدا إن حضرتك لازم تبقى ماسك ورقة وقلم معاك زي ما اتفقنا. أنا ما بحبش إنك تتفرج عليا كفيديو مثلا أو إن أنت تستمتع وأنا بتكلم. حضرتك طالب قاعد معاك ورقة وقلم، تكتب نوتس وتبدأ تشتغل معايا وتكتب الحاجات اللي أنا بكتبها على البورد معايا، ودي هتسهل عليك كتير جدا في الدراسة. طيب تعالى بقى، بعد ما جبت الورقة والقلم بتوعك وعملت اللايك والشير،
تعالى امسك معايا اول حاجه في المقومات الطبيعيه هي الموقع الجغرافي لقاره افريقيا، وهو بيأكد عليك على نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان قاره افريقيا هي القاره تقريبا التي تقع في وسط العالم، فهي قريبه من قاره اسيا، قريبه جدا من قاره اوروبا، فقاره افريقيا هي القاره التي تقع في وسط العالم، وبالتالي الوصول الى قاره افريقيا سهل جدا جدا جدا، وبيوفر على السائح الوقت الطويل، عكس مثلا لو انا عايز اروح اتفسح في نيوزيلندا او استراليا انا ممكن اقضي اجازتي في الطيران، لكن قاره افريقيا قاره قريبه من اسيا، قريبه من اوروبا، قريبه كمان من الامريكتين، لان قاره افريقيا هي القاره التي تقع في وسط العالم. وعايزك تركز في حته مهمه قوي، مركز معاك قوي على منطقه شمال افريقيا، اكتر منطقه بيقول لك عليها ان هي قريبه من قاره اوروبا منطقه شمال افريقيا. فجنب الموقع الجغرافي اعمل لي سهم كده صغير بيشير الى جهه الايه؟ الشمال. يبقى اول مقوم طبيعي عندنا هو الموقع الجغرافي، وبيركز معاك ان قاره افريقيا قاره تقع في وسط العالم وقريبه من قارات العالم، وقريبه بالتحديد من قاره اوروبا، واكثر منطقه قريبه من قاره اوروبا هي منطقه شمال افريقيا اللي هي دول مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. طيب ده اول حاجه بيكلمك فيها في المقاومات الطبيعيه. طيب تعالى في المقوم الثاني، هو المقوم بتاع المناخ، وانا قلت لك ان المناخ فيها جانب ايجابي وجانب سلبي. يعني ايه جانب ايجابي وجانب سلبي؟ الجانب الايجابي ان قاره افريقيا فيها بعض المناطق المناخ فيها معتدل ومناخ جميل وملائم للسياحه، لكن الجانب السلبي لعامل المناخ ان قاره افريقيا زي ما انت عارف بتعاني من وجود الاقاليم الاستوائيه والحاره ويعني الامطار الغزيره والكلام ده كله. فالمناخ في بعض المناطق في افريقيا بتستفيد منه بشكل كويس جدا، دوله زي مصر، وفي بعض الدول بالنسبه لها المناخ عائق لتقدم السياحه. طيب تعالى كده بيقول لك ان قاره افريقيا بوجه عام بتتميز بتنوع المناخ، ماشي زي ما انا قلت لك، في مناطق حاره وفي مناطق معتدله. طيب النتيجه على كده ان قاره افريقيا فيها تنوع في المناخ، ده بيقول لك ان هو بيوفر مجموعه متنوعه من الانشطه السياحيه على مدار العام. يعني ايه الكلام دوت؟ قال لك يعني بمنتهى البساطه دوله زي مصر مثلا لما تحب تجيلها في الشتاء اكتر مثلا، خلاص، لان الجو في مصر دافي في الشتاء، عكس اوروبا بيبقى فيها برد مش عارف ايه. نفس النظام مثلا دول زي المغرب وتونس ومش عارف ايه والكلام دوت، وحتى مصر الصيف بتاعها وخاصه مناطق الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط الصيف فيها بيبقى معتدل بشكل كبير، عكس دول الخليج مثلا وعكس دول وسط القاره بيبقى الجو حر جدا. فبالتالي في تنوع نسبي في المناخ في قاره افريقيا ما بين الصيف والشتاء، ما بين المناطق الحاره والمعتدله، وده بيدي تنوع لمواسم المناخ عندك او للمواسم بتاعه السياحه. انت مش مركز السياحه بتاعتك على موسم واحد، لا انت عندك موسم في الصيف وموسم في الشتاء. طيب يبقى قاره افريقيا فيها تنوع في المناخ، وده بيؤدي الى تنوع الانشطه السياحيه على مدار العام. طب المناطق بقى اللي هو مركز لك عليها، يعني في الموقع الجغرافي قلنا عملنا سهم في الشمال، وقلنا ان شمال افريقيا هي اكتر واحده بتستفيد من الموقع الجغرافي وقربها من اوروبا. طب المناخ مديك منطقتين، المنطقه الاولانيه شمال افريقيا والمنطقه الثانيه جنوب افريقيا، يبقى في سهم في الشمال وسهم في الجنوب. طب اشمعنى مناطق شمال افريقيا وجنوب افريقيا؟ لان بمنتهى البساطه المنطقتين دول هم الاكثر ملائمه بسبب اعتدال المناخ، والكلام ده خدناه في الترم الاول ان قاره افريقيا قاره بوجه عام حاره، ما عدا اطرافها الجنوبيه واطرافها الشماليه هو اللي فيهم اعتدال في المناخ، وبالتالي اكتر منطقتين في افريقيا بيستفيدوا من اعتدال المناخ هو المناطق الشماليه والمناطق الجنوبيه بسبب اعتدال المناخ فيها. وكمان قايل لك المعلومه ان انا لسه قايلها لك ان فصل الشتاء هو الافضل مناخيا في قاره افريقيا من حيث جذب السياح بسبب دفء المناخ في قاره افريقيا في فصل الشتاء، وخاصه دوله زي مصر موسم السياحه الرئيسي عندنا هو موسم الشتاء مش موسم الصيف زي ما انت متخيل. تمام؟ يبقى قاره افريقيا
زي ما اتفقنا بتستفيد من قربها اللي هو الموقع الجغرافي، بتستفيد كمان من التنوع النسبي في المناخ، وبتستفيد اكتر من المناطق اللي فيها اعتدال في المناخ. طيب تعالى بعديها نخش على النوع الثالث من المقومات الطبيعية، وهو تنوع الحياة البرية. والكلام ده مهم جدا واتكلمنا عنه برضو في الترم الاول، وطالما سمعت كلمة الحياة البرية فافهم على طول ان احنا بنتكلم على مناطق الحشائش ومناطق الغابات وما فيها بقى من اشجار وحيوانات وطيور وما الى اخره. طيب هل ده يعني بيجذب السياح؟ طبعا بيجذب السياح، في سياح كتير قوي بيحبوا يعملوا سياحة مغامرات ويحبوا يشوفوا الحياة البرية والغابات والحشائش والحيوانات وكل الكلام دوت. فقارة افريقيا قارة مليئة بالتنوع في الحياة البرية، وعندها غابات كتيرة جدا، غابات استوائية ومدارية وموسمية، وعندها حشائش سافانا وما الى اخره. وبالتالي تنوع الحياة البرية ده حاجة إيجابية جدا في قارة إفريقيا، وهي قارة من أكثر قارات العالم اللي فيها تنوع في الحياة البرية والحشائش والغابات وكل الكلام ده. قال لك تنوع الحياة البرية ده اللي خلى دول إفريقية كتير جدا تهتم بالسياحة البيئية أو السياحة القائمة على زيارة المناطق البرية. وده خلى كمان دول كتير زي دولة كينيا مثلا بالتحديد تعمل مساحات كبيرة جدا من أراضيها عبارة عن محميات طبيعية تحمي فيها الغابات والحشائش والحيوانات اللي موجودة من الصيد ومن الحاجات اللي انت فاهمها دي كلها. فيبقى تنوع الحياة النباتية في قارة أفريقيا والحياة البرية عامة النباتية والحيوانية ده بيديها إيجابية كبيرة جدا وأفضلية في مجال السياحة. ودولة كينيا ودول كتير جدا في إفريقيا خصصوا مساحات واسعة من قارة إفريقيا لإقامة متنزهات ومحميات طبيعية للأشجار والحشائش والحيوانات اللي موجودة عندها. طيب اللي بعديها بيكلمك على مجال مهم جدا أو مقوم آخر هو مظاهر السطح في قارة أفريقيا. والكلام ده برضو اتكلمنا عنه في الترم الأول. يعني فاكر لما أنا كل شوية أقول لك أنت فيش معلومة بتاخدها بتنساها، أو ما فيش معلومة بتاخدها ما بيتراكمش عليها معلومات أخرى. يعني كل اللي احنا اتكلمنا عليه سواء الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا والحياة البرية والمناخ كل الكلام ده خدناه في الترم الأول، فأنت لازم تبقى فاكره ولازم تبقى حاطه في دماغك عشان تفهم الكلام اللي احنا خدناه في الترم الأول ليه نتائج وليه علاقة باللي انت بتاخده في الترم الثاني، سواء في الزراعة، في التعدين، في الصناعة، حتى في السياحة. فأرجوك اوعى تعتبر ان في معلومة انت خدتها وامتحنت فيها وخلاص على كده والكلام ده انتهى. اي معلومة انت بتاخدها معاك طول السنة ومعاك لبقية عمرك، ركز خلاص. طيب تعالى بقى لمظاهر السطح في قارة أفريقيا. بيقول لك إن قارة أفريقيا طبعا قارة فيها تنوع كبير جدا في مظاهر السطح. والله عندنا هضاب وعندنا جبال وعندنا سهول وعندنا بحيرات وأنهار وشلالات، عندنا سواحل خلابة، عندنا مناطق صحاري، عندنا جزر. يعني بسم الله ما شاء الله قارة أفريقيا بالنسبة لمظاهر السطح عندها تنوع كبير جدا جدا جدا، سواء جبال أو هضاب أو سهول أو جزر أو صحاري. بسم الله ما شاء الله فيها تنوع كبير جدا جدا جدا. طيب تعالى بقى ناخد حتة برضو حلوة كده. ايه اكتر المناطق في افريقيا اللي بتستفيد من المظاهر السطح ديت؟ بص مركز معايا كده، يقول لك السواحل الشرقية للقارة. خلاص يبقى جنب كلمة مظاهر السطح اعمل سهم في اتجاه الشرق. طب اشمعنى السواحل الشرقية بتستفيد قوي من الحتة ديت؟ قال لك لان السواحل الشرقية يعني فيها وفرة في حاجة اسمها الشعاب المرجانية، دي اللي موجودة عندنا في مناطق البحر الأحمر والمحيط الهندي. يبقى أكتر المناطق في إفريقيا استفادة من مظاهر السطح هي المناطق الشرقية في قارة إفريقيا. الأكثر استفادة من المناخ الشمالية والجنوبية، الأكثر استفادة من الموقع الجغرافي الشمالية. اوعى تنسى الأسهم. وبالمناسبة أنا نسيت أقول لك المقوم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه اللي هو تنوع الحياة البرية والنباتية في قارة إفريقيا، ودي أكتر في مناطق وسط القارة. يعني أكتر مناطق فيها غابات وفيها حشائش هي مناطق وسط قارة إفريقيا، هي اللي بتستفيد من المقوم بتاع الحياة البرية بشكل كبير جدا.
طيب تعالى كده نرجع تاني برضو لبعض الامثله اللي هو مديها لك. مديك مثلا على البحيرات والانهار والشلالات، مديك مثال بشلالات فيكتوريا. خلاص، الشلالات فيكتوريا ادي بعض المناظر من الشلالات. طبعا انت فاكر الكلام ده كويس. الشلالات اللي هي مساقط المياه اللي بتبقى موجوده في المناطق اللي فيها انكسار في القشره الارضيه، فالانكسار دوت بيعمل شلال، فالميه بتبدا تندفع من اعلى الى اسفل وبسرعه شديده جدا. طبعا ديت ليها جانب ايجابي وسلبي. السلبي للشلالات اللي هي بتعوق الملاحه، وهنيجي لدرس الملاحه والنقل الدرس اللي جاي. والجانب الايجابي بقى للشلالات ان هي مناظر طبيعيه جميله زي ما انت شايف كده، ممكن تستخدم في السياحه وممكن كمان تستخدم في توليد الطاقه، وده الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات بتاع مصادر الطاقه. يبقى الشلالات ليها جوانب ايجابيه وليها جوانب سلبيه، زي المناخ ليه جوانب ايجابيه وليه جوانب سلبيه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى مظاهر السطح، اكتر مناطق بتستفيد من مناطق السطح السواحل الشرقيه عشان فيها شعاب مرجانيه. كمان عندنا شلالات زي شلالات فيكتوريا، وعندنا كمان صحاري، والصحاري عندنا في شمال القاره الصحراء الشماليه والصحراء الجنوبيه اللي هي في ناميبيا وكالهاري. فيبقى في الشمال والجنوب برضو في صحاري في قاره افريقيا. طب اخر حاجه عشان نخش في المقاومات البشريه هي الجزر في قاره افريقيا، وعايزك تركز قوي في اسامي الجزر اللي هو بيديها لك عشان الدروس اللي جايه في اسامي جزر ثانيه، فعايزك تبقى مركز في كل الجزر اللي هو هيقولها لك في المنهج بتاعك. اول جزيره مديها لك جزيره اسمها زنجبار او زنزبار، ودي جزيره تابعه لدوله تنزانيا في الوقت الحالي، لكن في يوم من الايام كانت مستقله، وقصه كده احكيها لك بعدين. يبقى اول جزيره جزيره زنجبار دي في تنزانيا، يعني في شرق افريقيا برضو بالمناسبه. والجزيره الثانيه اللي هو مديها لك جزيره الجفتون في مدينه الغردقه هنا عندنا في مصر، ودي برضو في شرق افريقيا. وده اللي بيأكد لك ان اكتر المناطق التي تستفيد من مظاهر السطح وتنوعه في قاره افريقيا هي المناطق الشرقيه في قاره افريقيا. تمام. يبقى خدنا كل المقاومات الطبيعيه الاربعه: مظاهر السطح والحياه البريه والمناخ والمناظر الطبيعيه الخلابه والموقع الجغرافي القريب من قاره اوروبا. طيب تعالى بقى نخش بعديها على المقاومات البشريه. بص يا سيدي الفاضل، تعالى كده نكمل المقاومات البشريه. اول حاجه في المقاومات البشريه هي المواقع الاثريه والتاريخيه. المواقع الاثريه والتاريخيه، وطبعا بيقول لك ان قاره افريقيا بتمتلك يعني اثار وحضارات قديمه جدا. لو نفتكر مع بعض من الترم الاول خدنا الحضاره المصريه القديمه اللي هو بيتكلمك عنها، ما فيهاش اي مشكله طبعا، ودي واحده من اهم الحضارات اللي موجوده في العالم كله، مش في مصر بس طبعا او في افريقيا. الحضاره المصريه القديمه دي حضاره ليها علم باسمها اساسا، فطبعا واحده من اهم الحضارات في العالم ومن اهم الامثله عن الحضارات المصريه القديمه. المعابد اللي موجوده في الاقصر واسوان، اهرامات الجيزه، وكل الاثار اللي انت عارفها، عشان يعني مصر اكبر من ان احنا نتكلم عنها في دقيقه ولا حاجه. طيب في حضارات تانية انت خدتها في الترم الاول لو انت فاكر كده، حضاره ايه؟ كوش، صح كده ولا غلط؟ وحضاره اسمها اكسوم في اثيوبيا. يبقى في حضارات قديمه جدا في قاره افريقيا خدناها في الترم الاول: الحضاره المصريه القديمه اللي هي الفرعونيه، وحضاره كوش، وحضاره اكسوم في اثيوبيا. كل الحضارات دي احنا خدناها قبل كده. وطبعا الحضاره المصريه القديمه هي مهد وهي اهم الحضارات في قاره افريقيا. ومديك مثال كده ان حضاره كوش، والكلام ده برضو خدناه في الترم الاول، فيها اهرامات اسمها اهرامات مروي. خلاص، ومروي دي مدينه ذكرت عندك في الدرس بتاع اكتشافات محمد علي، انه اكتشافات محمد علي واسماعيل بن محمد علي وصل الى مدينه مروي في شمال السودان. تمام؟ يبقى المواقع الاثريه افتكرها بالحضارات اللي احنا خدناها في الترم الاول: الحضاره المصريه والحضاره القوش وحضاره اكسوم في اثيوبيا. طيب تعالى اللي بعديها بنتكلم على التنوع الاجتماعي والثقافي في قاره افريقيا. التنوع الاجتماعي والثقافي يعني هنا بنتكلم بقى على الناس وثقافه الناس نفسها، و
طبيعه الشعوب نفسها. دي حته بقى مهمه جدا جدا جدا، لان التنوع الاجتماعي وكرم الضيافه دول ليهم علاقه بالتعامل المباشر مع السائح والسائح اللي هيشوفه منك انت كمواطن. طيب تعال نمسك اول حاجه التنوع الاجتماعي والثقافي. بيقول لك ان قاره افريقيا بتتمتع بتراث ثقافي متنوع. طيب التراث الثقافي الكلام ده انت خدته في رابعه وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي لو انت فاكر، يعني لما خدنا مثلا الرقصات الشعبيه زي البمبوطي والتحطيب والحاجات دي اللي انت لو انت فاكرها، والاكلات زي الكشري ومش عارف زي ايه وزي كل الحاجات اللي انت خدتها، زي الصناعات اليدويه والفخار وكل الحاجات دي انت خدتها قبل كده. وبالتالي التنوع الحضاري او الاجتماعي والثقافي اللي عند الشعوب ده احد العوامل التي تجذب السياح. في سياح كتير جدا بييجوا عشان يشوفوا الحرف اليدويه، بييجوا عشان يحضروا مهرجان التمور في واحد سيوه، بييجوا عشان يتفرجوا على الفنون الشعبيه وعلى الثقافه وعلى التنوع الاجتماعي والثقافي اللي موجود في الدول المختلفه. يبقى قاره افريقيا بتتميز بتنوع ثقافي كبير جدا بسبب عادات وتقاليد القبائل اللي عندنا والشعوب، بسبب الطقوس الدينيه، الصناعات اليدويه، الاطعمه المختلفه اللي قلت لك عليها زي الكشري، المهرجانات الثقافيه زي مهرجانات الرقص الشعبي والحاجات دي كلها، كمان الفنون. فقاره افريقيا بتتميز جدا بالحته ديت وعندها تنوع في العادات والتقاليد والثقافه كتير. وجايب لك كده منظر هنا اهو احتفال القبائل الافريقيه، وبنشوفهم احنا ساعات في ماتشات الكوره، ليهم طابع كده مميز وخاص. وحتى مصر يعني ليها برضو طابع مميز وتنوع ثقافي كبير جدا جدا جدا. طيب اللي بعدها بنتكلم على تسهيلات الإقامة اللي موجودة في قارة إفريقيا، ودي بقى حاجة يعني مهمة جدا 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 عايزك تركز فيها. السائح في الآخر يعني عايز يجي يبقى مرتاح، إقامة جميلة، فنادق كويسة، حركة التنقلات بالنسبة له تبقى كويسة وهكذا. فدي شيء مهم جدا للسائح وهو راحة السائح. خلاص؟ فالدول الافريقيه بتحاول جاهده ان هي توفر الاقامه المريحه للسائح عن طريق اقامه الفنادق والقرى السياحيه والمنتجعات السياحيه وكل الكلام دوت. من ضمنها طبعا 3 دول احنا يعني اتكلمنا عنهم بشكل اساسي وشكل كبير قبل كده، مصر وجنوب افريقيا والمغرب. وعايزك تفتكر ال3 دول، مصر جنوب افريقيا المغرب، كانوا في مصادر الطاقه المتجدده بالتحديد. دول كانوا من اكتر ال3 دول اللي عندهم مصادر طاقه متجدده، وكمان من اكتر الدول اللي عندهم بنيه تحتيه في السياحه كويسه جدا، سواء قرى سياحيه او فنادق او ما شابه. فمصر والمغرب جنوب افريقيا حطوهم في دماغك كويس قوي، وانا قلت لك عليهم كتير، بالاضافه الى الجزائر ونيجيريا وانجولا، دي برضو بعض الدول الافريقيه المحترمه اقتصاديا والبنيه التحتيه وهكذا. طيب لكن بيقول لك اهو على الرغم من الجهود دي الا ان بعض او كثير من الدول الافريقيه بتواجه تحديات في البنيه التحتيه. يعني لو رحت دول افريقيا هتلاقي الطرق مش يعني بالمستوى المطلوب، هتلاقي القرى السياحيه، السكه الحديديه، يعني الكلام دوت مش بالشكل المطلوب في دول افريقيا. مصر عندها بنيه تحتيه، المغرب، جنوب افريقيا، نيجيريا، الجزائر، في دول قادره تعمل ده، وكتير من الدول الافريقيه عندها مشاكل في البنيه التحتيه الخاصه بالسياحه. طيب حاجه برضو معلومه جميله جدا عن مصر، يعني بيقول لك ان دوله زي مصر بسم الله ما شاء الله واخده المركز الثامن عالميا في مؤشر مساعده الغرباء. يعني انت عارف ان الشعب المصري شعب طيب وشعب جميل، يعني فبيتعامل مع السائح بشكل كويس وبيتعاون معاه وبيخدمه بغض النظر هو منين او بيعمل ايه في مصر. دي حته جميله عندنا احنا كشعب مصر، بنتميز بالكرم، وبالتالي دي من اكتر الحاجات اللي بتجذب السياح لمصر، ان هم جايين وعارفين ان هو مش هيبقى غريب في مصر، وان المصريين هيتعاملوا معاه ويتعاونوا معاه بشكل جيد. ومصر واخده المركز الثامن عالميا في مجال او في مساعده الغرباء عنها. خلاص؟ طيب جميل جدا الكلام دوت. يبقى خدنا كل المقومات الطبيعيه والمقومات البشريه
في حرفة السياحة في قارة أفريقيا. بعد كده ننتقل بقى للحتة اللي أنا أصلا بدأت بيها الدرس، وهي فكرة أهمية السياحة. إيه أهمية السياحة؟ مش محتاج أقول لك إن السياحة مصدر أساسي للدخل القومي والنقد الأجنبي، ده حاجة مهمة، بتساعد على تبادل الثقافات. وأنا قلت لك إن السياحة ليها وجهين، وجه اقتصادي خلاص واضح جدا الدخل القومي، والوجه الاجتماعي اللي هو تبادل الثقافات. كمان السياحة بتجذب استثمارات وبتوفر أكيد فرص عمل، فيبقى السياحة مجال اقتصادي أو نشاط اقتصادي مهم جدا جدا جدا. خلاص، ده بالنسبة لأهمية السياحة. وده احنا اتفقنا قبل كده، أي نشاط اقتصادي أكيد بيوفر فرص العمل، أكيد بيزود الدخل، ده كلام منطقي جدا. وكل نشاط له حاجة، يعني السياحة الحاجة بتاعتها إن هي بتوفر النقد الأجنبي وتبادل الثقافات. الزراعة بتوفر غذاء بالتحديد، الصناعة بتوفر لك المنتجات اللي انت محتاجها، وهكذا. فيبقى كل نشاط اقتصادي في المجمل بيوفر فرص عمل، بيوفر احتياجات السكان، وبيوفر الدخل القومي. خلاص، وكل نشاط ليه حاجة خاصة بيه. طيب تعال على كده نكمل بقى لحاجة أنا قلت لك عليها كذا مرة وانا بتكلم معاك دلوقتي، اللي هو الحاجات التراثيه اللي انت خدتها برضو في رابعه ابتدائي، ومواقع التراث العالمي اللي انت خدته زي القاهره التاريخيه، والكلام ده كله انت خدته في رابعه وخمسه ابتدائي، فهو مش جديد على حضرتك. طب المره دي بقى هو مديك 5 مواقع اثريه وتاريخيه ومواقع للتراث العالمي موجوده في قاره افريقيا، ومش جايب لك ولا موقع في مصر. خلاص انت خدت المواقع التراثيه في مصر قبل كده في رابعه وخمسه ابتدائي. خلاص، لكن المره دي بقى هو جايب لك المواقع بتاعه التراث العالمي الموجوده في قاره افريقيا. مديك 3 مدن، خلاص، ومنطقتين فيهم غابات وحشائش، فعايزك تركز في دول والنبي. يبقى مدينه اسمها عندك 3 مدن اهو. خلاص، المدينه الاولى لابيليا الصخريه في اثيوبيا، مدينه لامو القديمه في كينيا، ومدينه جميله في الجزائر. يبقى مديني كم مدينه؟ 3 مدن، لابيليا الصخريه في اثيوبيا، ولامولو القديمه في كينيا، وجميله في الجزائر. طب ليه عمال اكد انا عليك على مدينه مدينه مدينه؟ لان هو اداك في المنهج قبل كده سواء في الوحده الاولى او في الوحده الثانيه اسماء بعض المدن. طب تعالى كده نفتكر المدن اللي هو اداها لك قبل كده في درس السكان. اداك مدينه ليجوس والقاهره لو انت فاكر، صح الكلام ده؟ طيب، والدرس بتاع محمد علي اداك مدينه دنقله، واداك مدينه مروي، ها فاكر؟ ومحمد علي عمل مدينه اسمها كسله، ومدينه اسمها الخرطوم. ارجوك اكتب عندك اسامي المدن اللي هو اداها لك في المنهج. يبقى اداك مدينتين في درس السكان، ليجوس والقاهره. في درس محمد علي اداك 4 مدن مشهوره، دنقله ومروي وكسله والخرطوم، وكمان مدينه صنار اللي استطاع اسماعيل بن محمد علي انه يوصل لها سنه 1821. فارجوك وانت بتكتب في النوتس عندك اكتب لي كل اسامي المدن، وزود عليهم بقى 3 مدن سياحيه، مدينه لابيليا الصخريه، ومدينه لامو في كينيا، ومدينه جميله في الجزائر. طب بعد كده في 2 بقى حضرتك مديهم لك اسمهم متنزهات او محميات طبيعيه. اول متنزه متنزه كليمنجارو في دوله تنزانيا. فاكر طبعا انت كليمنجارو اللي هو الجبل البركاني اللي موجود في تنزانيا، اعلى جبل في افريقيا، واللي بيغطي قمته الجليد في فصل الشتاء، وبالتالي ده متنزه جميل جدا. تاني حاجه غابه اسمها غابه ديجا في الكاميرون. خلاص، يبقى مديك 3 مدن ومتنزه جبل كليمنجارو، وكمان محميه غابه ديجا في الكاميرون. عايز برضو اكد عليك حاجه. طب تعالى كده لو بصينا ده في المقاومات الطبيعيه، يعني ايه؟ يعني متنزه كليمنجارو ده جبل، يبقى ده احد مقومات مظاهر الايه؟ مظاهر السطح. الله يفتح عليك. طب بالنسبه لغابه، يبقى ده مقوم الحياه الايه؟ البريه، صح كده؟ يبقى افريقيا بتستفيد من المقومات كلها ولا ما بتستفيدش؟ بتستفيد. طب بالنسبه للمدن دي كلها مدن قديمه، معناها ان ده المقوم بتاع التراث الثقافي والحضاري لقاره افريقيا. تعال بقى نتكلم على المدن والاماكن التراثيه دي في قاره افريقيا بشيء من التفصيل.
طيب تعالى كده حضرتك نمسك حاجه حاجه ونعرف اماكنهم فين. دي برضو ايه حاجه مهمه جدا جدا جدا. بص يا سيدي الفاضل اهو، ادي المدن اللي هو مديها لك. مدينه لابيليا في اثيوبيا اهي، ادي مدينه لابيليا في اثيوبيا، ومدينه جميله في الجزائر، ومدينه لامو في كينيا. ادي مدينه لامو، وادي مدينه لابيليا، وادي مدينه جميله. طب المتنزهات فين؟ المتنزه الاول متنزه كليمنجارو هنا في تنزانيا، والمتنزه الثاني اللي هو متنزه غابه ديجا في دوله الكاميرون. حلو حلو. طيب تعالى نتكلم عنهم بشيء من التفصيل برضو، انا عايز تفصيل اكتر من كده. يعني ايه؟ يعني تعالى نتكلم على مدينه مدينه ومنطقه منطقه. بيقول لك يا سيدي ان اول حاجه عندك انت شايفها هو مدينه لابيليا الصخريه، ودي موجوده في اثيوبيا، وزي ما انت شايف كده هي مدينه بنيت من الصخور. مدينه بنيت من الايه؟ من الصخور، اتنحتت كده من الصخور، زي المعابد اللي عندنا في الاقصر واسوان، زي معبد حتشبسوت في الدير البحري، ده معبد اتنحت في الصخور. زي معبد ابي سمبل في مصر اتنحت من الصخور، يعني جبل وصخره كبيره احنا نحتناها وبقت مدينه او بقت معبد، زي ابو الهول مثلا. خلاص، فعندنا في اثيوبيا قدروا ينحتوا مدينه لابيليا الصخريه في اثيوبيا. طيب عايزك بقى تركز معايا في حاجه في النوتس اللي هتكتبها كده عندك. ايه هي؟ بيقول لك ان مدينه لابيليا ديت فيها كنائس، يعني محفوره جوه الصخور زي ما انت شايف، واتعملت في العصور الوسطى. في العصور الايه؟ الوسطى، وبالتالي هي مركز ديني مسيحي، مركز ديني مسيحي، واتبنت في العصور الايه؟ الوسطى. طب ركز بقى معايا في اللي جايه. يقول لك مدينه لامو القديمه في كينيا. المدينه دي مالها؟ بيقول لك ان دي اقدم مستوطنه بشريه، يعني من اوائل المناطق اللي استوطنها الانسان وعاش فيها وبدا يعمل الحضاره بتاعته في مدينه ايه؟ كينيا. طب بيقول لك كمان ان هي اتبنت من صخور، بس المره دي بيقول لك من صخور ايه؟ مرجانيه وخشب المنجروف. طب ما تيجي نفتكر كده المرجانيه اللي هي الشعب المرجانيه اللي وجودها اكتر في شرق افريقيا، صح الكلام ده؟ طب تعالى كده نشوف الكلام دوت صح ولا غلط. هل مدينه لامو ديت موجوده فعلا في شرق افريقيا؟ ده بص فين اهي، ده على شط البحر اهي، بص حضرتك. فده دليل ان الشعب بتاع مدينه لامو والكينيين القدماء استغلوا الشعب المرجانيه او الشعاب المرجانيه اللي موجوده هنا، وقدروا ياخدوا الشعاب المرجانيه ويعملوا منها المدينه بتاعتهم. كمان معلومه انت خدتها في الترم الاول، اشجار المنجروف اللي كانت بتنتشر على السواحل الشرقيه في قاره افريقيا. يبقى المعلومتين اللي عندك مهمين جدا. يبقى الشعاب المرجانيه اللي موجوده في شرق افريقيا والاشجار المنجروف اللي موجوده في شرق افريقيا استغلها سكان شرق افريقيا في اقامه مدينه لامو القديمة، اللي هي أول مستوطنة إيه؟ مستوطنة بشرية. طيب تعالى بقى كده حضرتك نشوف برضو حاجة تاني ومعلومة مهمة عن مدينة لامو. بيقولك عليها إيه؟ إن هي حاليا مركز لدراسة الثقافات الإسلامية. يبقى مدينة لامو مركز لدراسة الثقافات الإسلامية. طب مدينة لابيليا كانت مركز ايه؟ مسيحي. عايزك بقى تركز في المعلومة ديت والنبي. يبقى مدينة لابيليا مركز مسيحي، طب مدينة لامو مركز ايه؟ إسلامي. طب تفتكر لاميليا أنا معاك، أو لامو أنا آسف، أنا معاك إن هي اتبنت في العصور القديمة، لكن لابيليا اتبنت في العصور الوسطى. حلو؟ حلو. طيب هل لابيليا تحولت الى مركز ثقافي في أن عصور؟ قال لك برضو في العصور الوسطى، صح كده؟ الكلام ده خدناه في الترم الاول، وخدنا العصور الوسطى اللي هي الفتره من القرن السابع وحتى القرن ال15، انا اسف، من القرن الخامس لحد القرن ال15. الفتره دي اللي كان فيها انتشار المسيحيه والاسلام بشكل كبير، وبالتالي الاسلام انتشر بشكل كبير زي ما انت شايف في كينيا، وتحولت مدينه لامو الى مركز اسلامي، ومدينه لابيليا تحولت الى مركز ايه؟ مسيحي. طيب تعالى بقى حضرتك ناخد المدينه الثالثه قبل ما ناخد المتنزه عشان تعرف الفرق ما بينهم. المدينة الثالثة هي مدينة جميلة
اللي موجوده عندنا في دوله الايه؟ الجزائر. وخلي بالك الجزائر دوله ايه؟ عربيه موجوده في شمال افريقيا. حلو، لان لامو ولابيليا في شرق افريقيا، المره دي مديني مدينه في شمال افريقيا ومدينه في دوله عربيه. حلو، اللي هي دوله الايه؟ الجزائر. بيقول لك بقى عليها ايه؟ ان هي مركز اثري وتاريخي روماني. يعني اتبنت في العصور الايه؟ القديمه، مش الوسطى ولا حاجه. يبقى مدينه لابيليا اتبنت في العصور الوسطى مركز مسيحي، مدينه لامو في كينيا اتبنت في العصور القديمه لكن في العصور الوسطى بقت مركز اسلامي. طب مدينه جميله اتبنت في العصور القديمه وفي العصر الايه؟ الروماني. عايزك تفرق كل مدينه ان عصر والاثار اللي فيها تنتمي لان عصر هو كمان. خلاص؟ طيب، وبيكلمك عن مدينه جميله ديت ان هي فعلا فيها حاجه جميله، ان هي اصلا يعني موقع جبلي، بس قدروا الرومان ان هم يعملوا المدينه ديت ويعملوا هياكل واعمده مرتفعه جدا زي ما انت شايف كده. بيصل ارتفاع المباني ديت او يعني المباني والهياكل دي اتبنت على ارتفاع 900 متر من سطح الارض، يعني فوق الجبل كده ب 900 متر بداوا يبنوا الهياكل وبداوا يبنوا الاعمده بتاعتهم ويعملوا الطرق بتاعتهم فوق الجبل او على ارتفاع 900 متر من سطح الايه؟ من سطح البحر. طيب جميل جدا. يبقى مدينه جميله اثار رومانيه اتبنت في العصور القديمه واتبنت فوق الجبال. مدينه لامو في كينيا اول مستوطنه بشريه واتبنت من الشعاب المرجانيه وشجر المنجروف وحاليا اثار اسلاميه. مدينه لابيليا في اثيوبيا في شرق افريقيا دي اتنحتت من الصخور وهي مركز مسيحي. حلو الكلام. طيب تعالى بعديها بقى ناخد المتنزهين اللي هو بيكلمك عنهم. متنزه كليمنجارو الوطني في تنزانيا، خلاص، واللي بعديها اللي هو اخر حاجه اللي هو غابه ديجا في الكاميرون. تعال نتكلم على متنزه كليمنجارو. ادي زي ما انت شايف ادي جبل كليمنجارو وبيغطيه الجليد في فصل الشتاء، وانت خدت في الترم الاول ان هو جبل بركاني، الكلام ده انت خدته خلاص. وكمان الجميل في متنزه كليمنجارو انه بيحيط بيه زي ما انت شايف كده حشائش وغابات وحياه بريه واسود ونمور وضباع وزرافه زي ما انت شايف. فمتنزه كليمنجارو متنزه متنوع. يعني ايه متنوع؟ يعني بتشوف ظاهره طبيعيه اللي هي الجبال اللي بيغطيها الجليد، وبتشوف كمان الحياه البريه الحشائش والغابات والحيوانات. فمتنزه جميل جدا وفيه تنوع بشكل كبير. طب الحاجه بقى المهمه ان بيقول لك ان متنزه كليمنجارو ده بيعيش فيه عدد كبير من الثدييات المهدده بالانقراض. حط تحت الجمله دي خط عشان هنحتاجها دلوقتي كمان شويه. يبقى متنزه كليمنجارو في كينيا في تنزانيا انا اسف، ده في عدد كبير جدا من الثدييات المهدده بالانقراض. حلو الكلام؟ حلو. طب تعالى بقى لاخر حاجه، الغابه الاخيره عندنا اللي هي غابه ديجا في الكاميرون. بص يقول لك ايه؟ بتقع في دوله الكاميرون، ماشي، وهي غابه وواحده من اكبر الغابات المطيره في العالم وتشتهر بتنوعها البيولوجي. فاكر انت المعلومه دي لما قلنا ان الغابات الاستوائيه في افريقيا هي تاني غابه في العالم او تاني منطقه في العالم فيها تنوع بيولوجي. الكلام ده خدناه في الترم الاول. فبيقول لك ان غابه ديجا بتتميز بتنوعها البيولوجي. وقلنا التنوع البيولوجي اللي هو الكائنات الحيه سواء النباتات او الحيوانات، لان هي غابه استوائيه في الاول وفي الاخر يعني. طب بص بقى الجميل يقول لك ايه؟ يقول لك يوجد بها العديد من الثدييات وبعضها مهدد بالايه؟ بالانقراض. يبقى نفس المعلومه بتاع التهديد بالانقراض جايبها لك فين؟ جايبها لك في محميه غابه ديجا، وجايبها لك كمان في كليمنجارو. بيقول لك ان متنزه كليمنجارو فيه ثدييات مهدده بالانقراض، وغابه ديجا كمان فيها ثدييات مهدده بالانقراض. معنى كده ان الاثنين فيهم حياه بريه وتنوع بيولوجي، انما المدن الثلاثه ملهاش علاقه خالص بالتنوع البيولوجي، هو ليها علاقه بالصخور والمباني وثقافات الشعوب المختلفه. مدينه لابيليا مركز مسيحي، لامو مركز اسلامي، جميله اثار رومانيه، غابه ديجا ومتنزه كليمنجارو الوطني الاثنين فيهم تنوع في الحياه البريه وفيهم كائنات مهدده بالانقراض. طب تعالى بقى
بعد احنا ما خلصنا كل الكلام دوت، نخش في حته مهمه جدا 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 ليها علاقه بفكره التراث اللي احنا كنا بنتكلم عنه، او المواقع التراثيه في العالم. طيب يعني ايه المواقع التراثيه وكل الكلام ده؟ بيقول لك يا سيدي بمنتهى البساطه كده، في منظمه عالميه مهمه جدا اسمها منظمه اليونسكو. منظمه اليونسكو، واليونسكو هي منظمه تابعه للامم المتحده، وبتعمل في مجال العلوم والفنون والثقافه. وبالمناسبه انت خدتها في رابعه ابتدائي برضو. طب منظمه اليونسكو ديت ايه دورها يعني؟ كل دورها في الحياه منظمه اليونسكو ان هي بتعمل على حمايه وصيانه المواقع الاثريه والحضاريه المختلفه في العالم. ومش بس الاماكن الاثريه والتاريخيه، ده كمان حتى مناطق التراث الطبيعي، مفيش مشكله خالص، زي مناطق الغابات والحشائش وكل الكلام ده. دورها هي حمايه التراث الانساني، سواء تراث طبيعي او تراث بشري. حلو حلو. وليها دور كبير جدا في حمايه الاثار، حتى في مصر عندنا هنا اللي هي انقذت معابد ابو سمبل من الغرق، واحيت مكتبه الاسكندريه عندنا. يعني ليها دور في كل حته في العالم فيها اثار. طب الحاجه بقى الجميله في منظمه اليونسكو ان هي عامله قائمه بالمواقع التراثيه في العالم. حلو الكلام، بالمواقع التراثيه. وقاره افريقيا فيها اكثر من 1300 موقع اثري او موقع تراثي في هذه القائمه. طيب المواقع دي كلها اليونسكو بتعمل ايه علشان تختار المواقع دي وتحميها؟ قالك بتعمل نمره واحد ان هي اللي بتدي الفرصه للشعوب والدول ان هم يقترحوا عليها بعض المواقع وبعض المدن. يعني هم الاول بيروحوا للدول، انتوا ايه المناطق اللي عندكم والمواقع اللي عندكم اللي احنا نقدر نحميها ونحطها على قائمه التراث العالمي. ثم اليونسكو بتقوم بدراسه المدينه دي او الموقع دوت، وتشوف هل يستحق فعلا ان هو يتحط في قائمه التراث العالمي ويتم حمايته ولا لا. خلاص. يعني اهو زي ما قلت لك اهي، الدول بتعمل مقترحات، وبعد كده اليونسكو بتشكل لجنه وبتبدا ان هي تحمي المناطق ديت. لو حست ان المنطقه دي جديره بالحمايه، يبقى اليونسكو لها دور كبير جدا في حمايه التراث العالمي، سواء التراث الثقافي او التراث الطبيعي. طيب تعالى كده لمعوقات السياحه. معوقات السياحه بيقول لك بمنتهى البساطه، احنا خدنا قبل كده الزراعه والصناعه الزراعه والصناعه وتربيه الحيوانات والثروه السمكيه، التجاره لسه. كل حاجه ليها مشكلات بتواجهها، وقلنا المشكلات ديت بتبقى مشكلات طبيعيه ومشكلات بشريه. وقلنا ان معظم المشاكل في قاره افريقيا او المعوقات هي معوقات بشريه في الاساس. المعوقات الطبيعيه قليله، اهمها الجفاف، بس ان في جفاف في الفتره الاخيره وكل الكلام ده. لكن في المجمل معظم المشاكل اللي بتواجه الانشطه الاقتصاديه في قاره افريقيا هي مشاكل ومعوقات بشريه. خلاص. طيب تعالى كده نمسك الخمس معوقات اللي هو جايبها لك ونشوف مين فيهم الطبيعي ومين فيهم الايه البشري. حلو الكلام. حلو الكلام. طيب بص يا سيدي الفاضل، اول حاجه قايل لك الظروف المناخيه السيئه. وانا قلت لك وانا بشرح لك في المقومات ان المناخ ليه جانب ايجابي وجانب ايه سلبي. فهو جايبها لك اهو، بيقول لك الظروف المناخيه السيئه في قاره افريقيا بتمثل عائق امام نشاط السياحه في قاره افريقيا. طب الظروف المناخيه طبيعي ولا بشري؟ طبيعي. طب نمسك اللي بعديها، كثره الامراض والاوبئه المتوطنه، ودي خدناها في الترم الاول اللي هو زي التيسي، انا اسف خدناها في الوحده الاولى مش في الترم الاول، اللي هو زي ذبابه التيسي والايدز والسرطان والامراض المنتشره بشكل كبير جدا في قاره افريقيا. فبيقول لك ان كثره الاوبئه والامراض ديت بتسبب مشاكل كبير ومعوقات للسياحه، وده برضو سبب ايه طبيعي. طيب تعالى نمسك رقم 3، يقول لك ايه؟ يقول لك ضعف شبكه النقل والمواصلات والبنيه التحتيه. ما انا قلت لك ان قاره افريقيا باستثناء مصر وجنوب افريقيا والمغرب وكام دوله كده دول عندهم بنيه تحتيه، لكن بقيه دول القاره بيعانوا من مشاكل كبيره جدا خاصه بالبنيه التحتيه. مش بس النقل والمواصلات، كمان الاقامه والفنادق وكل الكلام ده. طب ضعف شبكه النقل والبنيه التحتيه ده سبب طبيعي ولا بشري؟ سبب ايه؟ بشري.
طب تعالى اللي بعديها يقول لك تعرض بعض الدول لازمات عسكريه وسياسيه، وانا قلت لك ان ده سبب رئيسي في كل مشاكل القاره، وكل نشاط اقتصادي هتبص عليه هتلاقي ان الظروف السياسيه عائق امام تقدم قاره افريقيا بشكل بشكل كبير جدا. فالقاره الافريقيه بتتعرض الى ازمات ونزاعات عسكريه وسياسيه، وده سبب بشري. طيب تعالى لاخر حاجه، ودي حاجه ظريفه جدا برضو وليها علاقه باللغات اللي احنا خدناها، ان معظم الشعوب الافريقيه بتتحدث لغات محليه. انتشار اللغات الدارجه في العالم زي الانجليزيه والفرنسيه يعني انتشار قليل في قاره افريقيا. حلو الكلام؟ فده بيمثل عائق امام السائح في التواصل مع الشعوب الافريقيه. حلو؟ فيبقى تحدث السكان باللغات المحليه بتاعتهم وعدم اجادتهم للغه الانجليزيه ده بيضعف السياحه في قاره افريقيا، وده احد الاسباب البشريه. يبقى المعوقات عندنا 5 معوقات، منهم 2 طبيعي و3 بشري. الطبيعي ظروف مناخيه سيئه وكثره الامراض، البشري ضعف البنيه التحتيه، الظروف السياسيه والعسكريه الغير ملائمه، وكمان عدم تحدث الافارقه باللغات الانجليزيه او الفرنسيه. طيب تعالى بقى اللي بعديها، بنتكلم على جهود افريقيا ومصر في النهوض بقطاع السياحه، ودي اخر حته عندنا في الدرس. ودايما بنفتكر طالما اتكلمنا عن الجهود سواء الافريقيه او المصريه لازم نفتكر اجنده 2063. خلاص؟ لان ديت رؤيه قاره افريقيا والدول الافريقيه للقاره بعد يعني 30 او 40 سنه من دلوقتي 2063. فبيقول لك ان من ضمن المحاور الخاصه في الاجنده ديت هو محور تنميه السياحه المستدامه. حلو؟ وقلنا ان في حاجه مهمه جدا، ان كلمه الاستدامه انا قلتها لك كذا مره. كلمه الاستدامه تعدين مستدام، زراعه مستدامه، اي حاجه فيها فكره الاستدامه فيها فكرتين رئيسيتين، هو الحفاظ على الموارد وعدم استنزافها، والحفاظ على البيئه. يبقى انت حضرتك بتشتغل وبتعمل قرى سياحيه، حلو، لكن لازم تحافظ على البيئه وتحافظ على المورد نفسه، على البحر وعلى القريه السياحيه بتاعتك اللي انت عملتها. خلاص؟ فيبقى فكره الاستدامه الحفاظ على الموارد وعدم استنزافها، والحفاظ على البيئه. ديت فكره الاستدامه في اي نشاط عشان تريح نفسك. خلاص؟ طيب، وبيقول لك ان القاره افريقيا بسم الله ما شاء الله يعني بتشتغل في مجال تنميه السياحه بشكل كبير. الدليل على كده ان في عمل مشترك ما بين الاتحاد الافريقي ومنظمه السياحه العالميه، بيحاولوا ينموا السياحه المستدامه في افريقيا، بيحاولوا يوفروا فرص عمل للشباب، يعني كل الكلام الجميل ده ما فيهوش ادنى مشكله. خلي بالك الجهود ديت بتجيلك في الامتحان في الاقتراحات، يعني ايه مقترحاتك ما اعرفش الايه، فممكن تاخد من الحاجات ديت وتعمل مقترحات. ما رايك في جهود الدول الافريقيه؟ لازم في الامتحان يجيب لك واحده من الحاجات ديت. خلاص؟ وان شاء الله في المراجعات هنجمع كل الجهود في كل المجالات في حاجه واحده عشان تعرف كل الجهود بتاعه الدول الافريقيه في كل المجالات. حلو؟ طيب، من ضمن الجهود كمان مبادره اسمها مبادره نيباد، ودي مبادره بيتبناها رؤساء ال5 دول الكبرى في افريقيا، اللي هي مصر وجنوب افريقيا والجزائر ونيجيريا وانجولا والمغرب والدول القويه في قاره افريقيا. دول بيتبنوا المبادره دي، مبادره نيباد. والمبادره ديت بتعمل على تطوير البنيه التحتيه عشان نحل مشكله البنيه التحتيه عندنا، حمايه الموارد الطبيعيه والبشريه، ادراج السياحه ضمن خطط التنميه لمعظم القاره. يعني مبادره نيباد ديت بتحاول تركز بشكل اساسي على فكره الاستدامه، وهو اقامه بنيه تحتيه قويه مع الحفاظ على الموارد الطبيعيه والبشريه اللي موجوده. طيب، من ضمن كمان الدليل ان قاره افريقيا بتعمل في مجال السياحه وبتحاول تطور السياحه هو تعاون الاتحاد الافريقي مع منظمه اليونسكو. يبقى خد بالك كده، هو جايب لك جايب لك تعاون الاتحاد الافريقي مع منظمه السياحه العالميه، صح كده؟ اهو الاتحاد الافريقي مع منظمه السياحه العالميه، وهنا جايب لك الاتحاد الافريقي مع
جايب لك اهو الاتحاد الافريقي مع منظمه الايه؟ اليونسكو. يبقى جايب لك حاجتين، تعاون الاتحاد الافريقي مع منظمه اليونسكو، وتعاون الاتحاد الافريقي مع منظمه السياحه العالميه. يبقى حاجتين، تعاون الاتحاد الافريقي مع اليونسكو، تعاون الاتحاد الافريقي مع منظمه السياحه العالميه. طيب تعالى بقى حضرتك كده، الاتحاد الافريقي مع اليونسكو عمل ايه؟ عمل برنامج اسمه التراث الثقافي الافريقي. احنا قلنا ان اليونسكو بيحاول يحمي التراث الثقافي والطبيعي بشكل كبير، فتركيزه على التراث الثقافي في قارة افريقيا وحمايته عن طريق تخصيص يوم هو اليوم العالمي للثقافة الافريقية، وده يوم 24 يناير. 24 يناير من كل عام هو اليوم العالمي للتراث والثقافة الإفريقية، وده اللي عمله أو اللي عملته منظمة اليونسكو. يبقى الدول الإفريقية بتتعاون مع منظمة السياحة وبتتعاون مع منظمة اليونسكو عشان يطوروا السياحة في قارة إفريقيا. آخر حاجة، الاتحاد الأفريقي نفسه بقى أطلق مبادرة اسمها اكتشف أفريقيا. خلاص، مبادرة اسمها اكتشف أفريقيا، دي مبادرة عملها سنة 2024 لتنشيط السياحة في قارة أفريقيا. يبقى الجهود الإفريقية في جهود مع منظمة السياحة العالمية، في جهود مع منظمة اليونسكو عن طريق تخصيص يوم للثقافة والتراث الإفريقي، في مبادرة من 5 رؤساء دول إفريقية، مبادرة نباد، وفي كمان مبادرة من الاتحاد الإفريقي أو حملة اسمها اكتشف أفريقيا. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب تعالى للي بعديها. اللي بعديها جهود مصر بقى نفسها في تطوير السياحة. بيقول لك ان مصر حطت استراتيجية وطنية لتطوير السياحة المستدامة طبعا، والهدف بتاعها هو الوصول ل 30 مليون سائح سنة 2028. وبالمناسبة سنة 2024 اللي فاتت دي مصر وصلت لتقريبا 15 مليون سائح، 15 وشوية، وده أعلى رقم وصلته مصر في عدد السياح اللي جه مصر في التاريخ. يعني أكتر من 15 إلى 16 مليون سائح جم مصر، وده رقم كبير، وده بيدل إن إحنا رايحين فعلا للرقم ده، وإن ممكن على سنة 2028 أو 2030 يعني نقدر نوصل ل 30 مليون سائح يجوا مصر سنويا. حلو حلو. طيب حاجة تانية مهمة جدا، ان مصر قدرت تحول تلت الفنادق، ثلث الفنادق اللي موجودة في قارة افريقيا، اللي موجودة في مصر انا اسف، مصر حولتها الى السياحة المستدامة. خلاص، اللي هي كلها بتبقى فنادق خضراء وصديقة للبيئة، يعني فنادق ما بترميش المخلفات بتاعتها في البحر، فنادق بتعتمد على الطاقة الشمسية مثلا، فنادق بتهتم بزراعة الأشجار بشكل كبير، بيقل فيها استخدام السيارات وكل الحاجات ديت. دي فنادق مصر قدرت تعملها، زي ما انت شايف كده الفندق ادي شجر كتير وكل الحاجات ديت، دي فنادق صديقة للبيئة. يبقى مصر بتحاول توصل ل 30 مليون سائح، ومصر كمان بتحاول تحول الفنادق عندها إلى فنادق صديقة للبيئة. احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده اللي هو درس السياحة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش دايما وانت معايا تمسك ورقة وقلم واوعى تتفرج عليا. استنانا في الدرس اللي جاي بتاع درس التجارة والنقل في أفريقيا. السلام عليكم.